كان زمان قوي كانت العمليات بتعمل جراحه مش منظار، كانوا بيستخدموا دباسات حديد. بحضر مؤتمر والديمو كان بتاع السمارت ستيبلر، الدباسه الذكيه. لما شفت انا الدباسه دي انا عايز الدباسه دي، بتدبس وتقيس زوايا وتقيس كثافه نسيج، كمبيوتر كامل جوه الدباسه. انا شايف ان المريض بتاعي يستحق فعلا ان انا اديله افضل حاجه. هو مش محتاج يروح اي بلد في العالم عشان يلاقي الحاجه دي اللي انت بتستخدمها. المحور الثاني التكنولوجي اللي انت بتستخدمه في العمليات. احكي لك حاجه لذيذه قوي، يمكن انا ما حضرتش الحبه دولت بس شفت الدباسات اللي كانت بتستخدم. عمليات السمنه فيها كذا تكنولوجي بيخش معاك وانت بتشتغل. بدا الموضوع زمان قوي كانوا بيستخدموا دباسات حديد عامله زي دباسه المكتب كده، الصفوف الدبابيس اللي بتدبس بيها المعده بتتحط جوه الدباسه بتترص وتتعمل. دي كانت دباسه قديمه قوي. بعد كده وكانوا طبعا شغل كان زمان قوي كانت العمليات بتعمل جراحه مش منظار، يعني فتح البطن بقى الكبير والكلام ده كله، ويستخدموا الدباسات القديمه. كانت مشاكلها كتير وكان العيان بقى عنده جرح، ما كانتش الدنيا حلوه خالص. بعدين لما احنا الجيل بتاعنا لما بدأ يشتغل كانت الدباسات حاجه اسمها الدباسات المانيوال. يعني ايه الدباسات المانيوال؟ دباسات المانيوال انت بتكراك كده الدباسه، يعني ريلود كده بيركب، ممكن مره نبقى نشرحها لوحدها. ريلود بيركب جوه الدباسه وبتدبس بايدك تعمل فايرنج، جميله وكويسه وعلى فكره لسه مستخدمه لغايه دلوقتي. بعدها ظهر جيل اعلى شويه من الدباسات اللي هي الدباسه الباورد. الدباسه الباورد بدل ما انت بتدوس بايدك وتكراك، بتدوس زرار هي بتبتدي تطلع الدبابيس، فتدي طبعا نتيجه افضل شويه. وبعدين في مره بقى من المرات انا كنت مسافر وبحضر مؤتمر، كان لسه مؤتمر، والديمو كان بتاع السمارت ستيبلر، الدباسه الذكيه. كان لسه ديمو، كان لسه يعني يا دوبك بيتكلموا عليها ان هو دي كان في ليها جنريشن قديم كده مش حلو وما فيهوش كل التطورات والفيتشرز اللي موجوده. لما شفت انا الدباسه دي رحت جاي مكلم حد اللي في مصر السي او، قلت له انا عايز الدباسه دي. قال لي دي لسه ما عملناهاش لونشنج اصلا في مصر ومفيش وهتاخد لسه وقت. قلت له ماليش دعوه، الدباسه بجد، لانه التكنولوجي بتاعها كان خرافي. كانت بتعمل حاجات كتيره جدا، بتدبس وتقيس زوايا وتقيس كثافه نسيج، كمبيوتر كامل جوه الدباسه. وعايز اقول لك البادجت بتاعها كان خرافي. ومع ذلك فكرت قلت له بص انا شايف ان المريض بتاعي اللي انا بعمل له المنظومه دي والسيستم ده يستحق فعلا ان انا اديله افضل حاجه. وانا لو انا المريض اللي هعمل عمليه هختار ان انا ابقى هنا. طب نعمل ايه؟ لا انا عايز دي لو سمحت نعمل بيها اوردر ونتفق ونظبط وشوف الكونتراكت والقصه دي كلها. وفعلا مشينا في القصه، وكنت اول حد قدر ان هو يدخل الدباسه دي في مصر. وفعلا كانت عملت طفره في جراحات السمنه، حاجه من التكنولوجيز الرهيبه. والدبابيس بتاعتها حاجه اسمها تراي ستيبلر، وانا مش عايز اصعب عليك الموضوع بس يعني كميه تكنولوجيز موجوده في وقت واحد في حاجه كانت عاليه جدا. النهارده كمان المناظير بقى اللي كانت بتستخدم، يعني شوف احنا كنا رايحين من اول بادئين القصه من اول جراحه وشق بطن، بقى منظار. المنظار ده كان زمان عامل ازاي؟ مش هتصدقي. يعني المنظار ده عباره عن كان شاشه زي الشاشه ال LCD العاديه بتاعه البيت. يمكن قبلها كمان كان في الجيل اللي قبلنا كمان كان التلفزيون العادي بالظبط، التلفزيون العادي اللي هو العادي ده، وبيتوصل بسلوك بالكاميرا اللي هي بتدخل اللي بيشتغل بيها البطن والكلام ده كله. النهارده بقى حاجه اسمها 4K. انت شغال بتكنولوجي كده وانت جوه البطن. انت عارف لو يعني حاجه ملي بيتكبر 20 مره بصوره وريزوليوشن مش ممكن تتخيل انه اللي انت شايفه جوه ده، لدرجه ان انت لو نقطه دم قد كده جوه انت بتتخيل ان انت شايف ده. بيخليك طبعا تعمل الحاجه بريسايز قوي، انت دقيق قوي وانت بتعمل العمليه وتسجيلها وعرضها في المؤتمرات والكلام ده كله. طبعا حاجه عاليه قوي. النهارده كمان بقى في روبوتك سيرجري اعلى واعلى. بقت العمليه كمان مش مجرد ان انت يعني انت لو عايز تعمل عمليه بالتكنولوجيز العاديه وانت تشتغلها حلو جدا، عايز تعملها بروبوتك سيرجري كمان انت قاعد ورا الكونسول كده بتشتغل عليه وبتعمل ده بادوات معينه، ده برضو حلو قوي. فقصدي تطور رهيب عشان خاطر توصل لمعدل امان عالي قوي، نتيجه يعني عمليه سريعه بمعدل امان والمريض بتاعك يبقى ساتسفايد. انت بتعمل ده انت كجراح ساتسفايد وانت عملت عمليه حاسس انك عملت حاجه حلوه قوي. في نفس الوقت حاسس المريض بتاعك طلع كويس، انت عملت له احسن حاجه ممكن تتعمل. هو مش محتاج يروح اي بلد في العالم عشان يلاقي الحاجه دي اللي انت بتستخدمها.